اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما. مرحبا بكم يا جماعة في قناتي كوكينج جريمة، ومرحبا بالمتابعين الجدد. كانكم أول مرة تتابعوني وإلا تشوفوا وصفاتي، مرحبا بكم على قناتي، ضيفوني ومرحبا بالناس الكل. اليوم باش نعملوا مع بعضنا مع قهوة العشية وصفة من أبن الوصفات اللي تحضر فيسع الناس الكل تحبها، من غير فرينة وبثلاثة بيضات فقط، باش نكتشفوا مع بعضنا أبن فوندون أمونت، من أسهل الوصفات وحاجة ما تشدش اليد وتحضر فيسع. جبت 140 جرام سكر باش نحط عليهم 3 بيضات بحرارة الغرفة، ما ننساوش ريحة وروح اللوز المر، وباش نحط عليهم 150 جرام لوز مرحي، ما ننساوش 70 جرام زبدة ذوبتها وخليتها على جنب تبرد. المكونات هذوما تنحطوها لكم في صندوق الوصف، وعلى بركة الله نبداو. هنا العظم متاعي باش نركضوا مع سامحوني مع السكر باش نبدا نزيد فيه بالطرف باش نحط عليه مغرفتين سكر فانيليا، كان عندكم باكو سكر فانيليا زيد كيف يفي بالغرض، ومع رشة ملح صغيرة بالكل باش تعدل لنا المطعم. ونبدا نركض المكونات اللي عندي على فيتاس، مرة الأولى متوسطة، وكل مرة نزيدوا الفيتاس ونزيدوا السكر لين المكون متاعنا يتماسك ولونه يتبدل. باش تشوفوا اللون اللي يتبدل معناها باش تولي على بياض. هنا المكونات متاعي الكل تخلطوا، اي سورتو السكر متاعي ذاب. باش نحط عليهم اللوز، كما قلت لكم راهي وصفة سهلة خف لف ما تشدش ليد. خذوا اللوز الارطب، اذا كان عندكم زد اللوز بقشوره يعطي طعم خير. انا عندي اللوز هذايا المرحي شريته كما هو، باش نحطهم وما تنساوش تغربلوه اذا كان رحيتوه انتوما في الدار. ونحط عليهم قطرتين فقط من روح اللوز، ما تكثروش من روح اللوز، راهو ما يعطي طعمة أخرى إذا كنت كثروا منه، يعني الشيء إذا زاد عن الحد انقلب إلى الضد. شوفوا المكونات كيفاش تكون. المكون الثالث اللي زدته باش نزيد الزبدة، كما قلت لكم راني ذوبتها 70 جرام زبدة، خليتها على جنب لين تبرد. إياكم تحطوا الزبدة سخونة، معناها كان حطيتوها في الميكرووند تذوب لكم فيسع، خليوها دقيقتين تبرد. ونزيدها على المكون الأول اللي هو العظم والسكر، ما تطيحوش العظم أو من لوطة الفوق بسباتول، ما تستاهلش ركادة، ما تستاهلش وقت، صدقوني تحضر فيسع وراهي بنينة، لازمكم تجربوها. وكما ما جربتوهاش توا جربوها إن شاء الله في رمضان. كملت خلطت المكونات اللي عندي الكل، توا باش نشوف ما عندي من زيتو هاكا متماسك حاضر بيش، من غير فرينة من غير خميرة من غير حد شيء. باش نجي ونحطهم لهنا في السورسو متاعي. عندي سورسو القطر متاعه 15 سنتي، دهنته بالزبدة وحطيته على ورق زبدة، وباش نحطه في التارتولات متاعي هذيك اللوطة. إذا كان عندكم أي معون آخر تحطوا فيه أي حاجة تنجم تفي بالغرض. أنا حبيتها تطلع عالية شوية، اخترت الديامتر بتاع 15 سنتيمتر باش تطلع لي ماهيش عالية برشا وماهيش زيادة. نفرغ الجاتو متاعي وإلا المكونات اللي عندي الكل في السورسو اللي عندي، الصحفة متاعي ما نخلي حد شيء كما قاعدين تشوفوا. ونستويها من الجناب ونخليها. توا عندي أمون ديفيلي كما قاعدين تشوفوا، نرش عليها شوية أمون ديفيلي. كان عندكم أمون كونكاسي، كان عندكم أي حاجة ترشوها عليها، ما عندكم حد شيء خليوها، راهي من غير لامون ديفيلي جات تهبل. باش نحطهم في الكوشة، أنا لهنا شعلت النار الفوق اللوطة وكذلك على 175 درجة لمدة 35 دقيقة. وشوفوا لي أكل بنا. رشيت عليها شوية سكر محور، وكان تحبوا تعملوا فوق منها، أنا عملت فوق منها كراميل، تحبوا تعملوا مع فوق منها معجون مشماش، تحبوا تخليوها كيما هي تتاكل. لا الفوندون متاعي حضر كما قاعدين تشوفوا، نخليوه يبرد وهاني قصيته
وباش نعمل معاها قهيوة وباش ناكلها بسم الله ما شاء الله. نودكم ومن شهيكم، ريحة اللوز عاملة مسد ما شاء الله. خاصة خوذوا اللوز متوفر حاليا في المحلات لبيع الحلويات، خوذوا روح اللوز المر وإلا الحلو تتاكل. عملت معاهم القهيوة وأي بسم الله. إن شاء الله وصفة اليوم عجبتكم، إن شاء الله تجربوها وتعطيوني رايكم، وما تنسونيش فضلا وليس أمرا في قلب وإكسبلور. ومرحبا بكم من جديد في قناة كوكينج ريما. نهاركم زين.